اخي وحق لا اله الا الله، منتخب يبسطك وانت بتتفرج عليه، منتخب يحسسك ان في لسه في كوره، ان احنا كعرب بقى في المطلق مش هطلع دلوقتي اقول لك مغربي ولا مصري ولا سعودي ولا ايا كان جنسيتك ايه، يبسطك وانت بتتفرج عليه. مش همه بقى سواء كان منتخب محلي مش منتخب محلي، ما عندوش شماعه بيعلق عليها ظروف، ما عندوش مدير كوره ولا مدير فني ويطلع ده يلقف لده وده يظبط ده وده يرميها، ما فيش عندهم هم الكلام ده. هم ماشيين ان احنا مجموعه ازاي نعرف نطلع ببعض، ازاي نعرف نطلع بالمستوى بتاعنا، نخليه فعلا مستوى عالمي بجد بكل ما تحمل الكلمه من معنى. مش شبح للاسف، يعني هو للاسف شبح عندنا. لك ان تتخيل ده بلد فيها 120 مليون نسمه ولا 110 مليون نسمه ما عرفناش نطلع غير محمد صلاح واحد. لك ان تتخيل ان انت اول لاعب ناشئ تطلعه يبقى عندك حمزه عبد الكريم يا حاج. انت متخيل انا وانت احنا واصلين لانهي مرحله؟ احنا واصلين لمرحله متاخره خالص. انا بكلمك بجد، والموضوع صعب، الموضوع صعب جدا. بس بجد هو مبروك طبعا، مبروك مبروك للمغرب. وايه الجون ده مش جون ده، لا ده الموضوع صعب، الموضوع هيبقى صعب، الموضوع هيبقى مرار طافح. بس انا عندي تعليق واحد بس، انا خدتها سكرين بصراحه، يعني حتى اول مره اعملها بالجروب اللي هم فيه، هم اخواتي المغاربه مالكم مركزين قوي كده مع المنتخب ومصطفى محمد وبتاع، وبالكاتب ان هو ناوي يطول حتى الفينال. طب ايش حال يا صاحبي؟ يعني انت في اخر بطولتين انا وانت قابلنا بعض فيها ظرفت، يعني طلعت، يعني انت عندك احمد فتوح شرب سيجاره واحده سبعات، حط حكيمي كله في جيبه. بعد هنا بقى تعالى بقى نتكلم خمسه جد، بغض النظر بقى عن اي شيء، كل تقريبا اللي متابعني هنا هيبقى عارف ان من اكتر المنتخبات القريبه ليا انا شخصيا اللي انا بحبها هو المنتخب المغربي. بحس ان هو دايما بيشرفنا احنا كعرب بقى باسم العرب بره في المحافل العالميه. بس تعالى لي كده انا بقى على ارض الواقع شويه بقى في ماما افريكا عندنا. يا صاحبي انا معايا سبعه، انت فين؟ انت فين؟ انا مش شايفك، انا مش شايفك بجد. انت اخر بطولتين اخر بطولتين يعني انا وانت واجهنا بعض فيهم في ربع النهائي انا طلعتك، ما سميتش عليك. انت عندك احمد فتوح مسك اشرف حكيمي بجلاله قدره والجلاله والعزه لله، مسكه حرفيا ال 90 دقيقه، احنا ما شفناش حاجه اسمها اشرف حكيمي. فبالراحه يا صاحبي على الهادي شويه بالله عليك، لان هيبقى منظرك مش حلو خالص 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 خالص. انت طلعت برضو بعد كم التحفيل اللي انتوا ماسكين عليه، وطلعت وهي البطوله على ارضك، واحنا شعب رخم صدقني. يعني انت جاي مع شعب رخم، والله وعندنا زيطه ونعرف نقدر نحفل عليكم ونقدر نفضل نزيط مثلا الى يوم يبعثون. ما عندناش مشاكل على فكره،